السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على سيدنا حبيب الله. نتمنى تكونوا كامل بخير. أنا راني بخير والحمد لله. اليوم جبت لكم هذا الوصفة اللي فيها التزيين تاعها يجي بنين بزاف، وتقدروا تستعملوه أو تستخدموه في أي نوع من الوصفات، سواء كانت كيك ولا فلو ولا اللي تبغوا. واش راح نحتاج هنايا في الكيك؟ عندنا كيك عادي، نعدي زوج ملاعق كاكاو وزوج خميره تاع الحلوى، وعندي 3 بيض، كاس حليب، كاس الا ربع زيت، وهنا درت نص كاس سكر لانه راح نشربها بالعسل. الا كنتو ما راحش تشربوها يعني بالشربات، ديروا كاس تاع سكر كامل وشربوها بالحليب والكاكاو. راح نكسر البيض. عندي 3 بيضات، نعاود المقادير: 3 بيضات، كاس الا ربع زيت، كاس حليب، درت انا هنا نص كاس تاع سكر. اللي تبغوا ديروها مشربه بالحليب ديروا كاس سكر كامل، لانه انا راح نسقيها بالشربات. وزوج خميره كيميائيه، تبغوا ديروا هنا الفاني على جال البيض ديروا، ولكن انا راح ندير الكاكاو، يعني الكاكاو بحد ذاته راه منكه. نبدا نضيف في المكونات. هنا برك ملاحظه: اذا تبغوا تستعملوا البراميكسور استعملوه. خلطوا المواد السائله مع الكاكاو والبيض والياغورت وحدهم. عندنا هنا واحد كريم ديسير تاع ذوق الشوكولا. ونبدا بسم الله نخلط جميع المكونات. وعندي حوالي 2 كيسان تاع فارينه، يمكن اكثر يمكن اقل. هنا إذا جاكم الخليط يعني ثقيل شوية، زيدوا له الحليب. جا خفيف، زيدوا الفارينة. ندهن المول اللي راح ندير فيه المسكوتشو، لأنه مسكوتشو هذه عادي. ونفرغ الخليط ونخبطها خبط 2 خبطات ولا 3 باش يخرجوا الفقاعات، ونشعل عليها غير من التحت، ونقص النار على نار هاديه ونخليها تطيب. هنا عندي كاس سكر للصلصه اللي راح نزينوا بها، نخليه حتى يتكرمل تماما، يعني يذوب السكر مليح. لازم السكر يذوب بلا ما ينحرق، نخليه يذوب مليح. كيما راكم هنا الان راه كيما راكم تشوفوا راه عاده ما ذابش، لازم يذوب. يعني نهار نرفدو بالملعقه ونهبط يكون سائل، ما تكونش فيه حبيبات وما ينحرقش، لانه اذا انحرق راح كلش. كيما راكم تشوفوا كي نتحصلوا على هذا الخليط راح نزيدوا له ملعقه، تكون ملعقه او نصف ملعقه تاع مارغرين، ونخلطها مليح حتى تندمج. وراح ندير كاس حليب وندير فيه ملعقه نيشه او فارينه، وحده منهم، ملعقه نيشه او ملعقه فارينه، ونخلط مليح. انا درت هنا ملعقه فارينه، ونخلط مليح في كاس تاع حليب. نخلطها مليح ومن بعد نضيفها للخليط تاع الكراميل، ومن بعد نرجع نضيف حوالي نصف كاس او كاس، يعني حسب الحاجه. الا شفتوا القوام ثقل معكم بزاف ديروا كاس، ما ثقلش بزاف ديروا نصف كاس برك، على جال باش هذيك شفتوا الكراميل كي نديروه تقعد لنا شويه طول ما تذوب. وإلا كان عندكم ميكسور تاع حديد تقدروا تميكسوا هذيك يعني تكون طريه ولكن ما تذوبش هذيك الحجره تاع الكراميل، ميكسوها عادي بالميكسور، راح يجي كراميل او كراميل روعه. من بعد نزيد نضيف له كاوكاو يكون مكسر خاشن ولا جلجلان، كيما تبغوا. يعني نوع المكسرات اللي باغيين تزيدوها هنايا كيما تبغوا نتوما. يكون كاوكاو، انا درت كاوكاو خاشن، درتها يعني هذه الوصفه درتها اكثر من مره. سيتها بالحليب وسيتها بالشربات ودرتها ناشفه عادي. وسيت الصلصه درت لها الكاوكاو، والصلصه درت لها الجلجلان. صراحه تاع الكاوكاو جاتني بنينه. هنا بعد ما طابت المسكوتشو راح نثقبها بالسكين ونسقيها بالشربات، لانه كاين وحده سقيتها بالحليب والكاكاو، ووحده سقيتها بالشربات. والان راح نفرغ الخليط. هنا راه دافي، ما راهش بارد تماما وما راهش سخون، يعني راه دافي. لو كان نزيدو نخلوه يعني تبرد
راح القوام تاعها يرجع ثقيل. لذلك نتوما نهار اللي تبغوا ديروا هذا لاغوسيت، نهار اللي ديروا الكيك يطيب، خدموا لاصوص هذا وخلوه بجيه، ديروه شغل في بول وخلوه يبرد، راح القوام تاعه يثقل. صدقوني جات بنينه بنينه، وخاصه اللي مسقيه بالحليب، لانه اللي كانت مسقيه بالشربات جاتني حلوه بزاف، رغم اني نقصت السكر انا شخصيا ما عجبتنيش. لكن اللي سقيتها بالحليب والكاكاو، يعني ندير كاس حليب، ملعقه سكر وملعقه كبيره وملعقه تكون صغيره تاع كاكاو، ونخلطهم مليح ونسقي الكيكه بها، وهي تكون الكيكه سخونه نسقيها بالحليب. جات بنينه روعه، وما نحكي لكمش على هذه الصلصه اللي راني درتها للتزيين، بنينه بنينه بزاف. تقدروا ديروها للفلو، نهار اللي ديروا الفلو تقدروا ديروها كطبقه ثانيه، جات بنينه بنينه بالبزاف. جربوها ما راحش تندموا عليها. واذا عجبتكم الوصفه ما تنسوش تخلوا لي جيم لا فيديو، والاشتراك في القناه اللي ماشي مشتركين، وكومونتير للتشجيع. سلام.